نتكلم عن الداتا بروفايدرز. خلينا نقول ان احنا عندنا مثال اسمه كلاس اسمه calculator. اكتر حاجة بنشوفها في الامثلة calculator، وفي public function calculate. والفانكشن دي الانبوت بتاعها عبارة عن string اسمه expression. معلش استحملني انك تشوف calculator بالشكل ده، وبيرجع برضو string. هنعمل التست بتاع الكالكوليتور، نعمل كل الامبورتس بتاعتنا، ونعمل اول تيست كيس عندنا اللي هي تيست للاديشن. الكلاس اللي بشتغل عليه بسميه زي ما احنا اتفقنا سوت، فهيبقى نيو كالكوليتور، وبعدين عندي خطوة اسمها الاكتوال اللي بعمل فيها الاكت بتاعتي. دي فيها تايبو، calculate. وبعدين انا باكسبكت ان انا لو بعت لك 1+1 يكون النتيجة بتاعتي 2، فنعمل رن للاديشن. طبعا هيعمل فيل لان انا مش مرجع اي حاجة من هنا، فانا اقول له يا عم انا هرجع hard coded 2. كده احنا هنرن تيست والتيست هيباز. بعدين انا محتاج كمان اعمل تيست للطرح. نفس الحكايه، السيت اب بتاعي سوت، الاكتوال بتاعي هو اللي ببعت فيه الاكسبريشن، ولازم يكون خطوه واحده، وبعدين هاسرت على النتيجه. فانا لو بعت لك 2-1 انت المفروض ترجع لي 1. التيست ده لازم طبعا يفيل. ليه؟ لان انا مرجع 2 هارد كودد، فالاكسبكتد بتاعتي 1 لكن الاكتوال اللي راجع لي 2. فانا كده محتاج اعمل implementation لهنا. انا هعمل implementation بحاجة ما ينفعش تكون في البرودكشن، اهو disclaimer، ما تستخدمش الكود ده في البرودكشن. انا بس بستخدمه علشان توضيح المثال بتاع data providers علشان نتعلمها. انا هعمل له evaluation الاكسبريشن اللي راجع ده، و هرجع نتيجة على طول. انا دلوقتي لما هرن التست برضو هيفيل بس عشان الداتا تايب، يعني خلينا نتست. بيقول calculate return value must be of type string لكن اللي راجع integer، فانا محتاج هنا اكست النتيجة اللي راجعالي ان هي تبقى string. فهنرن كل حاجة مظبوطة، هنرن بقى كل التست كيسز. الاتنين عمل لهم باس. لسه كمان محتاج اعمل تيست لباقي الاكسبريشنز، لانه الطبيعي ان الكود ده مش هنطلعه في البرودكشن، فاحنا هنعمل له ريفاكتور بعد كده مثلا. فانا عايز اتاكد ان البيهيفير بتاعه ما اتغيرش. فممكن تروح تقوم جاي عامل كده تيست مالتيبليكيشن، تقوم جاي كاتب التيست، وبعدين تقعد تكرر نفس الحكاية مع الديفيجن، لكن ده تيديوس وهياخد منك تكرار انت مش عايزه. لكن احنا ممكن نبدل كل الكيسز اللي احنا عايزين نعملها بحاجة اسمها داتا بروفايدر، وتبقى عندنا تيست كيس واحدة. خلينا نشوف ازاي هنعدل الاديشن دي ان هي تبقى التيست كيس واحدة تغطي اكتر من حالة. اول حاجة انا هغير اسمها، هسميها calculate. وبعدين ايه اللي بيحصل هنا؟ ان انا عندي اول حاجة خالص انا متوقع ان يجيلي expression، فالاكسبريشن هحطه كده هنا ك argument، وبعدين اقول له يا عم لما تيجي تحسب باخد الاكسبريشن انت احسبه. طيب
هنا انا محتاج ايه؟ محتاج expected، فهحطه برضو كارجيومنت يعني، اقول له string expected. فيبقى كده التست بتاعي بقى عامل ازاي؟ انا بتست الكالكيوليت، عندي الصوت عادي زي ما انا شغال، بعدين لما تيجي تكالكيوليت استخدم اللي انا هبعته لك هنا، ولما تيجي تعمل assertions استخدم الاكسبكت اللي انا هبعته لك. طبعا لو جيت شغلت ده كده هيفيل، لانه محتاج arguments، انا ما بعتهاش، لا بعت له expression ولا بعت له الاكسبكتد. فده نعمله ازاي؟ هاجي هنا واقول له انا هعمل داتا بروفايدر، فهعمل import للداتا بروفايدر بالشكل ده، وبعدين اقول له provide data for calculate. اللي انا بكتبه هنا هو اسم public static method، فلما اعمل لها create هتبقى public static function اهي، public static method. لازم ترجع traversable، يعني ترجع بقى array، ترجع اي حاجة، اي object او array ينفع ال PHP unit يعمل له يعمل traverse عليه او loop. فاحنا نقول ان احنا هنرجع array. طيب ايه بقى اللي بحطه جوه الاري اللي راجع ده؟ بعمل arrays جواه، كل array منهم هو بيبقى فيه ال properties اللي انت حطيتها هنا او ال arguments اللي انت حطيتها هنا، بتبعتهم بقى من هنا كبارامترز. فاول واحد مثلا هقول له ان انا عايز اول expression اللي هو 1 plus 1، فالواحد زائد واحد ده لما يجي رن هنا هيجي على الاكسبريشن. طب تاني argument اللي هو الاكسبكت، اقول له بقى من ده انا باكسبكت يرجع لي 2، يبقى واحد زائد واحد الاكسبكتد بتاعتها 2. تعالى بقى نشوف لما ران كالكيوليت هيعمل ايه. اهو عمل كالكوليشن بالداتا سيت رقم 0. انا كده غطيت الجزء بتاع الاديشن، عايز اغطي بقى الجزء ده، فانا هقول له هات بقى الاولانيه دي 2 ناقص واحد، المفروض ان انا اكسبكت منها كام؟ 1. ويبقى السبستراكشن ده ما احناش عايزينه، احنا خطيناه في الكالكيوليت. تيست، لو خدت بالك كالكيوليت اتعمل لها ران مرتين، مرة هنا ومرة هنا. طيب المالتيبليكيشن عايز برضه ابدلها، اقوم جاي شايل الانبوت بتاعها واقوم قايل له دي 2 في 3 هترجع لي 6. طيب عايز بقى ازود كمان القسمة، مثلا 6 على 2 المفروض تديني 3. يبقى انا بتست كيس واحده مع الداتا بروفايدر غطيت كل الكيسز دي، ومحتاجتش طبعا ان انا اكتب لكل واحده تيست. طيب ايه تاني ممكن نحسنه هنا؟ كان بيعمل ايه؟ كالكوليت وداتا زد 0 وداتا زد 1 2، بيديهم ارقام، لكن انا ممكن اديهم اسامي. فانا لو شغلته دلوقتي هيقول لي وداتا زد اديشن. في تريك تانية ممكن تستخدمها، يعني مش لازم تحط الاسم هنا، انت دي البونص بقى بتاع الفيديو. انت هنا ممكن تيجي تقول له انا هكتب تيست دوكس، هقول له calculate expression equal expected، فمش محتاج ده. و خلينا نرن ونشوف ده هيطلع بشكل عامل ازاي. لما رن هنا بيطلع لي في التست دوس calculate 1 plus 1 equal 2، ده اللي انا كتبته في الاكسبريشن بتاعي. ف اللي احنا شفناه في الفيديو ده ان احنا كان عندنا داتا بروفايدر نقدر نعمل نفس التست كيس نستخدمها عشان نتست داتا اكبر. لو عندك اسئله على داتا بروفايدرز او اي حاجه تخص التستنج سيبها لي في كومنت.